السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. سعيد بزاف أنني كنتواصل معكم في حلقة اليوم بخصوص آخر المستجدات المتعلقة بالمنتخب الوطني المغربي، تزامنا مع اقتراب انطلاق مغامرة المونديال اللي غادي تعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخب في 3 دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. اليوم غادي نهضروا على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الوطني وكل ما كيدور في الكواليس استعدادا لهذه النسخة الاستثنائية اللي غادي يشارك فيها المنتخب المغربي للمرة الثالثة على التوالي بعد الإنجاز التاريخي اللي تحقق في مونديال قطر 2022. وبالتالي كاين تأكيد على غياب 16 لاعب من اللي صنعوا ملحمة قطر عن مونديال أمريكا، كندا والمكسيك. أنا سمير فوت، سعيد بزاف أنني معكم اليوم وغادي نتعرفوا كاملين على آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي في هذا المحفل العالمي اللي غادي يعرف مشاركة منتخبات قوية بزاف، وعلى راسها المنتخب البرازيلي اللي غادي يكون في مجموعة المنتخب المغربي. وحسب اللجنة المنظمة لكأس العالم فمباراة المغرب والبرازيل هي أكثر مباراة تباعت فيها التذاكر في المونديال، يعني العالم كامل باغي يتفرج في هذه المواجهة الكبيرة. ونتمنى كامل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي قدام منتخب البرازيل في ماتش غادي يكون قوي بزاف. أول خبر معنا: محمد وهبي أعلن رسميا أنه غادي يقود المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 وحتى مونديال 2030. هذا الشيء صرح به في حوار مع قناة بين سبورت، وأكد أن العقد ديالو مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ممتد حتى 2030. وهبي شدد على أنه حاليا مركز بشكل كامل على التحضير للمونديال 2026 وحتى نسخة 2030 اللي غادي يستضيفها المغرب. ولكن السؤال اللي كيتطرح: واش الا ما نجحش وهبي في مونديال 2026 غادي يبقى مدرب للمنتخب ولا الجامعة غادي تتخذ قرار جديد؟ الوقت وحده اللي غادي يعطينا الجواب، وكنتمنى بصراحة يحقق طموحات الجمهور المغربي، خصوصا وأن المنتخب المغربي ولا عنده طموحات كبيرة بعد إنجاز قطر. نتمنى كامل التوفيق للمدرب، ولكن كذلك الجامعة خاصها تحمل المسؤولية ديالها في الاختيارات إلى الأمور ما مشاتش مزيان. بالمقابل عندي ثقة كبيرة في المدرب، في اللاعبين وفي المجموعة كاملة باش يقدموا نسخة استثنائية في مونديال 2026، خصوصا بالإمكانيات اللي كيتوفر عليها المنتخب المغربي حاليا. وقبل المونديال المنتخب المغربي غادي يلعب مباريات ودية. أول مباراة غادي تكون ضد منتخب بوروندي في مركب محمد السادس بالمعمورة، وغالبا ما غاديش تكون منقولات الفازيا، حيث المدرب محمد وهبي باغي يحافظ على السرية التكتيكية وما يخليش المنتخبات اللي معنا في المجموعة يتعرفوا على طريقة اللعب ديال المنتخب. المباراة الثانية غادي تكون ضد منتخب مدغشقر في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وبعدها مواجهة ضد منتخب النرويج في الولايات المتحدة الأمريكية واللي عنده أسلوب لعب قريب من منتخب اسكتلندا. وزاد محمد وهبي أكد أنه نهار الثلاث 26 ماي غادي يعلن على اللائحة النهائية ديال اللاعبين اللي غادي يمثلوا المغرب في كأس العالم. قبل هذا التاريخ غادي يكون تجمع إعدادي بمركب محمد السادس للاعبين المتواجدين في اللائحة الموسعة، ومن بعد غادي يدخل المنتخب في معسكر مغلق قبل السفر للولايات المتحدة يوم 3 يونيو. وحسب تقارير إعلامية فرنسية فالمدرب محمد وهبي ضم مجموعة ديال اللاعبين في اللائحة الأولية بحال سفيان بوفال، بن شاوش، عثمان ماما ولوزة، وهذا الشيء باش يوسع قاعدة الاختيارات ويشوف المستوى ديال اللاعبين عن قرب. وكما كتعرفوا هذه النسخة غادي يغيب عليها عدد كبير من اللاعبين اللي صنعوا إنجاز قطر، من بينهم رومان سايس، أشرف داري، بدر بانون، يحيى عطية الله، حكيم زياش، أنس الزروري، إلياس شاعر، زكريا أبو خلال، سليم أملاح، صابيري، يحيى جبران، حمد الله، شطيرة وآخرون. وفي انتظار الإعلان الرسمي على اللائحة النهائية كاين حديث كبير على تواجد أيوب بوعدي لأول مرة مع المنتخب المغربي في واحدة من أكبر مفاجآت اللائحة. الحمد لله المنتخب المغربي عنده وسط ميدان قوي بزاف ويمكن من بين الأفضل في المونديال، لكن خاص يبقى التركيز على خط الدفاع، خصوصا مركز قلب الدفاع اللي باقي محتاج حلول وتوليفات جديدة. وزيد عليها أن الجماهير المغربية كاملة كتعيش حالة من الترقب والحماس قبل الإعلان الرسمي على اللائحة النهائية، خصوصا مع ظهور أسماء شابة ومتألقة في الدوريات الأوروبية اللي ممكن تعطي إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي. كذلك كاين اهتمام كبير بالطريقة اللي غادي يعتمدها محمد وهبي في هذا المونديال، واش غادي يحافظ على نفس الروح القتالية والانضباط التكتيكي اللي شفنا في مونديال قطر، ولا غادي يخلق أسلوب جديد يتماشى مع الجيل الحالي ديال اللاعبين.
ومن بين الحاجات اللي كتعطي الامل للجمهور المغربي هو ان بزاف ديال اللاعبين ولات عندهم تجربه كبيره في المستوى العالي، سواء في دوري ابطال اوروبا او البطولات الكبرى، وهذا الشيء يقدر يساعد المنتخب باش ينافس اقوى المنتخبات العالميه بدون خوف. كما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت جميع الظروف المناسبة للتحضير، سواء من ناحية البنية التحتية أو المباريات الودية أو حتى المعسكرات الإعدادية، باش المنتخب يكون حاضر بأفضل صورة ممكنة. وما نسوش كذلك أن المنتخب المغربي ولا عنده احترام كبير عالميا بعد الإنجاز التاريخي في قطر، وبالتالي المنتخبات الأخرى غادي تدخل المباريات ضد المغرب بحسابات مختلفة تماما، لأن الأسود ما بقوش مجرد منتخب مفاجأة، بل ولا منتخب مرشح يخلق الحدث في كل بطولة يشارك فيها. الجمهور المغربي اليوم ما بقاش كيحلم غير بالمشاركه المشاركه، بل كاين طموح حقيقي باش المنتخب يمشي بعيد مره اخرى، خصوصا وان المونديال الجاي غادي يكون فرصه تاريخيه باش المغرب يكتب صفحه جديده في التاريخ ديال كره القدم العالميه. نتمنى كامل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله مباشره بعد اعلان اللائحه النهائيه غادي نديروا تحليل مفصل على اختيارات محمد وهبي والاسباب ديالها. شكرا بزاف لجميع المشاهدين والمتابعين.